السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جمعت لكم كده ملف كامل عن الجلاش. هنعمل مع بعض جلاش ساده من غير اي حشو خالص، طري من جوه ومن بره، مورق وكريسبي وجميل، وسر التوريقه الجميله ديت. مش مكلف خالص، ب20 جنيه بس هتعمليه. وهنعمل مع بعض كمان الجلاش المحشي حشوه مميزه بالكنافه. حضري كده الوصفات دي كلها واحفظيها عندك لشهر رمضان ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. يلا قبل ما نبدأ وصفاتنا ما تنسانيش في اللايك والشير. ونبدأ أول وصفة بالجلاش السادة. القطر أو السيرب بتاع الجلاش هيبقى معايا كوباية ونص سكر، كوباية مية، نص ليمونة، وشوية من الفانيليا. هنحضر حلتنا كده، هنزل بيها أول حاجة بكوباية ونص من السكر بالطريقة دي، وبعد كده هبدأ أنزل عليها بكوباية مية. أقلبهم كده تقليبة خفيفة خالص، تدوب السكر مع المية بالشكل ده حبايبي. بعد كده هبدأ أرفعهم على النار. أول ما يبدأوا يغلوا معايا غلوة بسيطة جدا، هنزل عليهم بنص ليمونة عشان السكر بتاعي ما يسطش بالشكل ده. هيغلي بالظبط كده معايا حوالي 7 دقايق. وبعد كده آخر حاجة هنزل بيها شوية من الفانيليا السايلة، وكده تمام السيرب بتاعي جاهز. يلا بينا نحضر خلطة التوريق بتاعة الجلاش بتاعتنا زي ما عودتكم. هيبقى معايا نص كوباية من السمنة، كوباية زبادي، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص كوباية من السكر البودر. تمام. اول حاجه هنزل بيها كوبايه الزبادي، نفس مقدار كوبايه الزبادي هعاير بيه السمنه والسكر بطريقه سهله اهوت. يبقى السكر البودر بالطريقه دي، يبقى علبه سكر بودر في الزبادي كده نفس المقدار، وعليهم برضو علبه من السمنه، او سمنه بلدي على سمنه عاديه المتوفر عندك. تمام. هبدا كده اضيف كل المكونات دي مع بعض، السمنه مع السكر مع الزبادي، هقلبهم تقليبه حلوه كده لحد ما يتحولوا الخليط كريمي كده ناعم. في اخر حاجه هنزل بيها معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان تديلي كده توريقه حلوه للجلاش بتاعتي، وفي نفس الوقت يخليها من جوه كده الزبادي مع السمنه مع السكر، هتخلي الجلاش بتاعي طري من جوه جميل جدا، ومن بره كريسبي وحلو. تمام. بصوا اتحولت لخلطه كريم ازاي بالطريقه دي. هبدا انزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، اقلبها تقليبه حلوه كده مع بعض، وكده تمام خلطه التوريق معايا جاهزه. هنحضر الصاج اللي فيه انا دهنته سمنه بس حبايبي، مش بخلطه التوريق اللي حضرتها معاكم. الارضيه بس تدهن سمنه عشان ما تتحرقش مني. تمام. بعد ما دهنت سمنه ومجهزه خلطه التوريق، نيجي بقى كده نرص الجلاش بتاعنا. هناخد كده ورقه ورقه بالطريقه دي، هفردها بالطريقه دي حبايبي زي ما قلت لكم. ممكن تشتغلي في صاج، ممكن تشتغلي في صينيه المتوفره عندك. هبدا كده ارص ورقه ورقه، كل ما ارص ورقه ببدا بخلطه التوريق بتاعتي اهي. هبدا كده فوق الوش كده رشه خفيفه كده بخلطه التوريق، او دهنه خفيفه كده بالطريقه دي حبايبي. عايزه اقول لكم الزبادي اللي ضفناها بخلطه التوريق بتدي كده طراوه حلوه جدا للجلاش بتاعتي، غير لما تدهنيه بسمنه بس. صدقوني خلطه التوريق ديت بتفرق في الجلاش، سواء بقى محشي، بس النهارده وصفتنا اقتصاديه عاملين له ساده خالص. سواء عاملاه بالمكسرات، سواء عاملاه بالكاسترد، او باي حشوه تحبيها، او ساده زي بتاعنا النهارده ده. خلطة التوريق بالزبادي اللي عملناها مع بعض بتفرق في طعم الجلاش جدا حبايبي. اهو بالشكل ده هفرد ورقة ورقة كده بالطريقة دي، وعادي الأطراف تتنيها وتضيف عليها خلطة التوريق، بتديها كده طراوة وتبقى طرية معاكي وطعمها في منتهى الجمال. تمام. نفس الطريقة دي حبايبي سهل جدا، مش هياخد معاكي كده 5 دقايق. هتكوني محضرة حلويات حلوة جدا جدا، ومش مكلفة، اقتصادية قوي، وكمان طعمها في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا. كل ورقة برصها كده هبدأ أضيف عليه خلطة التوريق بكل سهولة، وبين كل طبقة والتانية نبدأ كده نضيف من الخلطة بتاعتنا كده لحد ما نخلص الكمية كلها. عايزة أنبهكم على حاجة، أنا هنا مش ضايفة سمنة كتير، نص كوباية سمنة على الكمية دي كلها، يعني ما ضفت السمنة بس كتير لوحدها. هبدأ كده بعد ما خلصت كل الكمية معايا هقطعها بالشكل ده. عايزة تقطعيها مربعات، عايزة تقطعيها سمبوكسات أو مثلثات، أي الطريقة اللي تعجبك. انا هنا قطعتها بالشكل ده، وكل واحده من دي قطعتها على مثلث كده يديني شكل المثلث بالطريقه دي. بصوا سهل جدا. اهم حاجه تقطعي صينيه الجلاش قبل ما تضيفيها في الفرن. تمام. هقطعها معاكم مثلثات بالشكل ده، التقطيع على حسب الذوق براحتكم خالص، ممكن تقطعيها مربعات عادي خالص بطريقه سهله وبسيطه كده. اهم حاجه يطلع معاكي صينيه زي القمر. نضيف على درجه حراره فرن عالي لحد كده لما ياخد لون ذهبي فاتح كده حلو وجميل. اخد لون في منتهى الجمال، ذهبي حلو بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله شكله جميل ازاي. طيب الجلاش بتاعنا سخن والسيرب بتاعنا بارد، احنا حضرناه في الاول خالص عشان يبرد. هبدا انزل بالسيرب بتاعنا ده، سيرب الجلاش حبايبي متوسط، يها بالطريقه دي.
وبعد كده حبايب قلبي هيبقى معاكِ أحلى طعم جلاش تقدري تاكليه، وحلويات سريعة جدًا ب20 جنيه بس، عملتِ ما شاء الله الصينية القمر دي، ممكن تحضّريه طبقات كمان حلو، مش مكلفة، اقتصادية، تقدري تعملي كده الجلاش بالطريقة السهلة البسيطة دي، مش هياخد معاكِ وقت خالص. وعايزة أقول لكم كمان خلطة التوريق اللهم بارك، مخلية طعمها في منتهى الجمال، مورقة حلوة أوي أوي، طرية من جوه ومن بره كريسبي، بصوا من بره كريسبي وجميلة ازاي، ومن جوه طرية. شفتوا التوريقة حبايبي ما شاء الله، طعمها في منتهى الجمال، طرية جدا جدا من جوه يا جماعة، ومن بره كريسبي وجميلة. عايزة أقول لكم دي من ضمن الحلويات السريعة، ما بتاخدش وقت جدا. وكمان خلطة التوريق زي ما قلت لحضراتكم بتفرق جدا في طعمها، مش سمنة بس كده سادة وخلاص، لا هي بتديها كده طعم، وطبعا قيمة غذائية، وبتخليها طرية كده وفيها طراوة حلوة قوي، وبتورقها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. هنصحكم ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم وهتعجب كل اللي هيدوقها. حلا سريع، عايزة حلويات حاجة مسكرة، اولادك طلبوا منك حلويات بطريقة سريعة وسهلة جدا، تقدري تعملي صينية جلاش بكل سهولة. حابة تحشيها ممكن تحشيها مكسرات، ممكن تحشيها كنافة زي ما عملناها قبل كده مع بعض، ممكن تحشيها كمان كاسترد او مهلبية المتوفر عندك، او سادة لو وصفة اقتصادية زي ما احنا عاملينها بالطريقة دي، مش مكلفة خالص حبايبي، زي ما قلت لكم بلف الجلاش كده وعلبة زبادي، تكلفتها سهلة وبسيطة جدا جدا، تقدري كده تعملي حلويات بكل سهولة بطريقة اقتصادية وسهلة جدا، والطعم في منتهى الجمال. يلا بينا نحضر حشوة جميلة جدا بالكنافة نحشي بيها الجلاش. هيكون معايا كنافة محمرة بالشكل ده، هنزل عليها كده بشوية من الفول المطحون ناعم، ربع كوباية من السكر البودر، ومعايا كمان كيس فانيليا. هقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه بالشكل ده، وهربط بقى الحشوة بتاعتنا ديت بحوالي ربع كوباية من العسل اللي حضرناه مع بعض، عسل او شربات الجلاش بتاعنا بالطريقة دي او السيرب. هقلب كده كل المكونات الجميلة دي مع بعض. العسل يا حبايبي هيمسك الحشوة بتاعتي، اقدر احشي بيها الجلاش باي طريقة تعجبني. عايزة اقول لكم طعم الحشوة الكنافة المحمرة مع الفول، كل ده بيدي طعم حلو جدا بالشكل ده، سهلة وبسيطة جدا، وطعمها حكاية في الحشوة. اقدر احشي الجلاش بتاعي زي ما عملناه مع بعض، لا اما سمبوسك، لا اما عيش الغراب، لا اما رول، اي طريقة تعجبك، او سادة زي ما عملنا، طري وجميل ومورق من بره وتحفة جدا واقتصادي. عملناه ب20 جنيه بس، عملنا لفة جلاش يعمل معاك السادة، او تقدري تعملي المحشي، الاتنين احلى من بعض. متنسونيش حبايبي في اللايك والشير ونفعل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.